بعض الأحيان اختلافك ممكن يأذيك. اهلا بيكم في القناه الاخباريه التاسعه، واهم خبر عندنا النهارده هو القضاء الشامل على خليه متحولين كانت في لوس انجلوس عن طريق الحراس. هل الارهابيين المتحولين هم خلف التفجيرات الغير ادميه في نيويورك وواشنطن؟ الشرطه بتقول ان الادله غير قابله للانكار، ولكن وصفت جمعيه حقوق الانسان ان الفعل ده غير ادمي وغير دستوري، طالبين رد صارم من البيت الابيض. كيف يمكن لاي حد انه يشكك في افعال الحراس بعد اللي حصل في واشنطن؟ كمان سياده الرئيس يعيد تاكيد تضامنه مع المشروع ويوجه تهنئه للمسؤولين. مكان يشير إليه سكرتير الإعلام الرئاسي هي التفجيرات المدمرة التي حدثت في العاصمة منذ 7 أيام من قبل جماعة المتحولين والتي يرأسها ماجنيتو، ذلك الشخص الذي يزعم بأنه الإنسان المتفوق. البروفيسور بوليفر تراسك مهندس ناسا السابق ومصمم الحراس عبر عن سعادته من أداء آلياته، كما قال إننا عشنا في خوف من المتحولين لفترة كبيرة، بس النهاردة كان يوم للتاريخ ونقطة تحول. لوس أنجلوس كانت الخطوة الأولى، وفي خلال 6 ل 8 أسابيع هنكون قضينا على كل متحول. في نفس الوقت في مكان اسمه سان دييجو، في واحد بيقول للي جنبه: انا عمري ما شفت حد متوتر وهو بيحضر اخبار كده زيك، مالك يا زميلي؟ انت خايف الحراس دول يعدوا على المنطقه هنا هم مروحين؟ تاني قال له: وهم مش الحراس دول برضه بيستهدفوا متحولين بس؟ فالتاني رد عليه وقال له: وانت برجليك دي عايز تقنعني انك مش متحول؟ وهوب حاول يضرب صاحبنا ابو رجلين كبيره، بيفط بسرعه عشان يتجنب الضرب، واول ما بينزل بيديله دبل كيك في وشه. صاحب المحل طلع السلاح وقال له: اطلع بره بدل ما داش من مخك. التاني رد عليه وقال له: بس ده هو اللي هجم عليا. صاحب المحل قال له: ايوه كمل برطمه كده لحد ما اخلص عليك. وهو ماشي في واحده قالت له: عمرك فكرت انك تعيش في مكان الناس اللي فيه مش عايزين يقتلوك اول ما يشوفوك يا هنري ماكوي؟ هنري سالها: انت مين؟ وهي قالت له: احلى حاجه حصلت لك النهارده. بعدها بنروح لمركز شرطه في تكساس، بنلاقي واحده بتقول للظابط: على الرغم من اني واحده اموره، بس دماغك دلوقتي بتقول لك اني عميل فيدرالي في منتصف العمر، يلا مش عايزين نضيع وقت عشان عايز اشوف المتحول اللي انتوا قبضتوا عليه. الظابط بيقول له: تمام يا فندم، شكرا انك جيت بسرعه. وهي بترد عليه: ولا يهمك يا ابني، الناس الطبيعيه اللي زيي وزيك لازم تخلي بالها الايام دي. الظابط بيقول له: انا فاهم قصد حضرتك يا فندم، يعني البت حراميه العربيات دي عملت حته دين عاصفه من شويه كانت هتدمر البلد، بس من حزن حظنا ان الاستاذه اورورا مونرو ما اتقنتش قدراتها لسه. اول ما بتطلعها بتقول لها: انا عايزاكي تاخدي حاجتك وتهربي بسرعه، انا ما اقدرش غير ان اتحكم في عقل واحد بس. اورورا بتسالها: هو انت واحده من اتباع ماجنيتو المغفلين؟ انا فعلا قلت له اني مش مهتمه باستعباد الجنس البشري. الثانيه بترد: اهدى يا صاحبي، انا اسمي جين جراي وانت واحده من منافسينه دلوقتي. بعدها بنتحرك على صفقه سلاح في نيويورك، بنلاقي واحد بيقول للتاني: في عصفوره جت قالت لي ان اي فلوس بتجيلك من المافيا الروسيه بتبعتها لعيلتك الفقيره في سيبيريا يا استاذ راسبوتين. هما كل المهاجرين السوفيت كده زيك ابن امه، ولا ده سلوك حصري لمجتمع تجار السلاح؟ استاذ راسبوتين بيقول له: طيب اطمن على البضاعه قبل ما اكسر صف اسنانك يا احمد. احمد بيقول له: واضح ان الشنطه مترتبه كويس، شكرا على العمليه السهله دي واتمنى انها تتكرر في المستقبل. مكانك يا عم الحربايه، واحنا مش متعودين نعد الفلوس قبل ما نقفل العمليه؟ ما اعتقدش اننا محتاجين لحاجه زي كده. بيقف راسبوتين حزين وبيعيط بعد ما الناس حاولوا يقتلوه. بعدها بتظهر جين جراي وتقول له: انا عارفه انت ليه متضايق، انت حاسس ان انت وحيد وان خلاص الناس عرفت انك متحول وممكن الحراس يجي يقتلوك، بس انت غلطان، انت مش لوحدك، اهلا بيك في الاكس مان. بعدها بنروح مكان اسمه مؤسسه اكزيفير للاطفال الموهوبين، وقتها بنلاقي اصحابنا اتجمعوا في مكان واحد. سكوت بيقول: اهلا بيكم، انا اسمي سكوت سامرز، بس طول ما احنا لابسين لبس الاكس مان هتنادوني بسايكلوبس. دلوقتي وقبل ما نقابل المدير عايز كل واحد يراجع على اسمه الحركي عشان كلنا نبقى عارفين بعض. رورو بتقول: انا مش مصدقه اللي بيحصل، بس يا عمي انا اسمي ستورم. راسبوتين بيقول: كولوسوس. هانك بيقول: هو انا الوحيد اللي حاسس ان اسمي بيست مهين؟ وجين بتقول: مارفل جيرل بخدمه حضرتك يا فندم. اول ما بيدخلوا المدرسه هانك بيقول: المدرسه جميله مفيش كلام، بس ايه نوع المدير اللي عامل طقم زي كده لطلابه؟ سكوت بيرد: النوع اللي عايز الحراس ما تلقطش جين المتحولين اللي عندنا. اللبس ده عباره عن جهاز اخفاء، طول ما انت لابسه الحراس هتفتكر انك مجرد انسان. كولوسوس بيساله: طب هو انتوا مش خايفين ان النقاشين دول يروحوا يفضحوكم؟ بعدها في صوت
بيظهر جوه دماغ الرجاله وبيقول ما تقلقش، انا نومت الرجاله مغناطيسي لما عينتهم. انت عارف انك ممكن تطير بطياره قدامهم وهم هيفتكروا ان دي مجرد فراشه. طبعا كولوسوس بيتخض وبيقول هو ده بيحصل لي انا بس، ولا في راجل غريب بيتكلم في دماغي عن الفراشات؟ بيخش الاوضه ويقول لهم اتفضلوا معايا في المكتبه، انا اسمي البروفيسور تشارلز اكزيفير، اعذرني انا مش هقدر اقف عشان استقبلكم. هانك بيقول له انا اسف على السؤال الغبي ده، بس دي ازاي مكتبه وما فيهاش كتب؟ تشارلز بيرد انا بقرا الكتب اسرع من قدرتي على اني اقلب الصفحه، وعشان كده بفضل اني اقعد هنا واقرا عقل مؤلفين المفضلين. ستورم بتقول انا بشكرك جدا انك احتضنتنا، بس هي الاسماء المهينه دي ضروريه قوي. تشارلز بيقول لها دي مش مجرد اسماء، دي فكره جات لنا انا وماجنيتو من فتره كبيره، اسم بيعبر عن قدرتنا وشخصيتنا. ستورم بتقول له بس انت قلت انك مالكش علاقه بماجنيتو. تشارلز بيقول لها بالعكس، انا وماجنيتو كنا اكتر من اخوات، انا اللي ساعدته يبني قلعه المتحولين في الغابه عشان تكون ملجأ لاي حد بيتعرض للاضطهاد، كانت بالنسبه لنا فردوس، بس للاسف مفيش حاجه بتكمل للابد. كولوسيوس بيسال حصل ايه؟ تشارلز بيرد انه ما كانش متفق معاه. هانك بيقول له هو كان عايز يغير الوضع الحالي وانت كان عندك الجراءه انك تختلف معاه. تشارلز بيقول له بالظبط، انا عارف من زمان ان اي مواجهه هتحصل بين البشر والمتحولين تنتهي بانقراض البشر والمتحولين مع بعض، عشان كده انا عملت المدرسه دي عشان انهي الحرب. كولوسيوس بيساله وانت لقيتنا ازاي اصلا؟ تشارلز بيقول له بنفس الطريقه اللي لقيت الولد اللي مش قادر يتحكم بالاشعه اللي بتطلع من عينيه، والبنت اللي بتقدر تشيل اوزان بفكره واحده بس، باستخدام السريبرو. السريبرو بتعزز قدراتي وبتخليني اعرف مكانكم قبل ما مجنون يعرف. في الواقع انا كنت بستخدمها دلوقتي وعرفت ان في طالب محتمل لينا، طفل عنده 15 سنه هرب من البيت بعد ما عرف انه متحول عشان خايف اهله يتاذوا لو الحراس هجموا على بيته. اسمه بوب دريك، بس المشكله انه مش عارف ايه هي قدراته. بنتحرك على مكان اسمه تايمز سكوير، وستورم بتقول واضح اني اتجنيت، مطقمين كلنا ولكننا في فيلم اكشن وبنلف الشوارع ندور على حته عيل. فكرني كده سايكلوبس اكزيفير اقنعني ازاي. سايكلوبس بيقول لها عشان انت عارفه يعني ايه الواحد مقضيها في الشارع، وبعدين انت هتكوني مبسوطه لو الواد ده اتشوى. بيست بيقول لهم مفيش شوي ولا حاجه، انا لقيت الولد. جيب بتقول لهم الشوايات وصلت. بيست بيفط جوه الاتوبيس بسرعه علشان ينقذ الولد قبل ما يهاجموه. بعدها بيقول لهم يا اخوانا انا اتكشفت، حد يلحقني. سايكلوبس بيبص لباقي الشباب ويقول لهم انا ومارفل جيرل مش هنعرف نساعده لوحدنا، لازم نتحرك كلنا. بص يا جين، عايزك تشوش على اشارات كولوسيوس تقلب لي الاثنين اللي على شمالك دول، وانا وستورم هنهاجم. ستورم بتقول له انسى، اخر مره حاولت استخدم فيها قدراتي كنت هكهرب ملعب كله اطفال. سايكلوبس بيقول لها مفيش وقت للنقاش، يا نهاجم دلوقتي يا نموت كلنا. بعدها ستورم بتعمل عاصفه. سايكلوبس بينبهر ويقول اوف، دمرت 3 ومش عارفه تسيطري على قوتك. واول ما بيبص عليها بيلاقيها واقعه جنبه. بعدها بيكلم بيست ويقول له لسه محتاج مساعده. بيست بيقول له لا ما تقلقش، روح ساعد جين عشان واضح انها مزنوقه دلوقتي. احي ده احنا اللي مزنوقين، ما تقلقش يا بوبي انا متعود على الخوازيق دي. اكيد هتتعلم حركه ولا 2 لما تبقى مستهدف طول عمرك. بنروح لجين وبتقول باين ان ستورم خلصت على 2.5 بس مش 3، النص الباقي ده واضح انه بيحب البشر مش المتحولين. كولوسيوس بيقول لها طب وسعي لي كده. سايكلوبس بيحاول يهاجم على اخر واحد متبقي بس ضربته ضعيف، بعدها بيتقبض عليه. هو انت فاكر ان الطريقه الوحيده اللي اقدر اهاجم بيها هي ان ادوس على النضاره صح؟ مفاجأة فوزي، مفاجأة. سكوت بيقع وبيقول الحقيني يا جين بالله عليكي. جين بتقول له ما تقلقش، هو بيقول لها طب اعملي حاجه. هي بتقول له انت امرك سهل بس المشكله انا مش هقدر اوقف البتاعه الكبيره دي. بوبي بيخاف على الناس وبيطلع جليد من ايده وبيجمد الحراس. الشباب بينزهلوا منه ويقولوا له اوف ايه الجمال ده تو. بوبي بيبص لهم ويقول هو انا اللي عملت كده؟ بيست بيرفع ايده ويقول ما تسمعونا احلى سقفه الايس مان. بيست بيتعصب ويقول انت عبيط، انت فتحت دماغه. واحده بترد عليه وتقول له احسن يكشي يموت يمكن تفهمه. جيم بتقول هو انتوا مجانين، ده الواد لسه منقذ حياتكم. بعدها الشرطه بتضرب نار عليهم وبيهربوا. بعدها بنروح لمكان غريب اسمه سافيج لاند، بيكون كله شاشات كبيره، وحد بيقول على عكس ما توقعنا صاحبنا تشارلز لسه عايش. فحد بيرد عليه ويقول بجد هو انا شايف جين وكام حد تاني كده كنا عايزينهم بس تشارلز مش موجود وسطهم. تاني بيقول له خلايا منظمه من المشردين بيحاولوا ينقذوا شويه بشر، ده ناقص يوقع عليهم. بعدها كوك سيلفر بيقول له ان تجار السلاح مستنيينه فوق. ماجنيتو بيقول له البشري اللي ضيع السلاح النووي بتاعي قول له يستناني في اوضه الموسيقى. اول ما ماجنيتو بيروح له تاجر السلاح بيقول له شكرا انك اديتني فرصه ان اشرح اللي حصل. ماجنيتو قال له لا انت هنا مش عشان تشرح، انت هنا عشان يتعمل منك عبره. قول لي هو انت لسه مركب منظم من ضربات القلب صح؟ التاجر قال له اه بس علاقه ايه ده
تنضفي القذاره دي يا سكارلت ويتش. بعدها بياخد كويك سيلفر على جنبه ويقول له كنت متاكد ان تشارلز هيز واضح انه عامل لنفسه مجموعه ينافسنا بيها. كويك سيلفر بيقول له قول لي مكانه فين وانا اخلص لك عليه. ماجنيتو بيقول له هو ممكن يخلص عليك قبل ما تفكر حتى، انا عايز حد مؤهل يخلص عليه قبل ما يجيب حد تاني. قول له ولفرين معاك طلب.